عمرك سألت نفسك ليه لما بنشوف حد ذكي زيادة عن اللزوم بنقول عليه عبقري؟ الكلمة دي مش مجرد صفة لغوية عادية، لأ، دي عنوان سكن، هي نسبة لمكان مرعب في قلب صحراء الجزيرة العربية، مكان الإبل نفسها كانت بتخاف تدخلها بالليل، وادي صخور غريبة والرياح ليها صوت يشبه همس البشر. أهلا بيكم في وادي عبقر، المكان اللي كان العرب زمان بيسموه المعهد العالي لشياطين الشعراء. النهاردة احنا هنعدي الحدود اللي بين عالمنا وعالمهم، وهنعرف السر اللي خلى شعراء الجاهلية يبقوا أساطير فعلا، وهل الجن هم اللي كتبوا المعلقات؟ وقبل ما نبدأ قولوا معايا: قل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقبل ما ندخل في الأساطير تعالوا ندور على الحقيقة على الخريطة. وادي عبقر مش مكان خيالي، لأ، ده مكان الجغرافيين العرب كتبوا عنه بالملي. في ناس بتقول إنه في قلب نجد في السعودية، أرض الرجال الأشداء والغموض اللي ملوش آخر. وفي ناس تانية ودول كلامهم بيرعب أكتر، بيقولوا إنه في منطقة تبوك في الشمال. هناك الجبال شكلها زي التماثيل البشرية المنحوتة، والضباب بيغطي الوادي في الصبح بطريقة تخليك مش شايف حتى كف إيدك. العرب زمان وصفوا عبقر بأنها أرض كثيفة الجن، يعني الجن هناك أكتر من البشر. لو دخلت الوادي ده هتحس إن في عيون مراقباك من ورا كل صخرة، والهوا هناك تقيل كأن في حاجة طابقة على صدرك. زمان في الجاهلية الشعر ما كانش مجرد كلام رومانسي، الشعر كان سلاح الشاعر، كان هو قناة الجزيرة وهو وزارة الدفاع، وهو اللي بيرفع قبيلة لسابع سما أو ينزلها لسابع أرض. وعشان كده الحصول على القصيدة المثالية ما كانش بيجي بالسهل. الشاعر الشاطر اللي كان عايز المعلقة بتاعته تبقى رقم واحد كان بياخد بعضه ويروح على وادي عبقر، وما كانش رايح يتفسح، ده رايح عشان يعتزل. كان يدخل الوادي لوحده، لا معاه صحاب ولا معاه أنيس، ويقعد في الخلاء بالأيام والليالي. وفي لحظة ما العقل بيوصل فيها لآخر حدوده من التعب والوحدة كان بيظهر له الرائي أو التابع. والجن مش هيديك الشعر ببلاش كده يا معلم، لأ، كان في حاجة اسمها مقايضة. الجن يديك القافية اللي تخلد اسمك للأبد في مقابل إنك تكون لسانه في عالم البشر. يعني لك أن تتخيل إن المعلقات اللي بنذاكرها النهاردة في المدارس ممكن تكون إملاء من كائنات من عالم تاني. وتعالوا بقى ندخل في العالم ده. العرب ما كانوش بيقولوا كلام عايم، دول كانوا محددين بالاسم مين هو الجني المسؤول عن كل شاعر، والعلاقة بينهم ما كانتش مجرد وحي، دي كانت ساعات بتبقى خناقة وتحدي لإثبات السيطرة. عندك مثلا قصة الأعشي ومسحل، التحدي اللي هز الوادي. أشهر قصة في التاريخ ده هي قصة الشاعر الأعشي، وده كان من أقوى شعراء العرب. الأعشي كان بيقول إن الجن بتاعه اسمه مسحل ابن أساسة، وفي يوم الأعشي كان ماشي في الصحراء وتاه، والليل ليل عليه، وفجأة ظهر له شيخ كبير في السن، ملامحه مش مريحة وعينه فيها بريق كده غريب. الشيخ وقتها سأله: انت مين يا راجل يا طيب؟ الأعشي قال له: انا الأعشي شاعر العرب. الشيخ ده وقتها ضحك ضحكة هزت الجبال وقال له: شاعر العرب؟ طب ايه رأيك لو قلتلك ان في جني هو اللي بيقولك الشعر ده؟ هنا بدأت خناقة كلامية. الشيخ اللي هو مسحل في صورة بشر قال له: طيب لو انت شاعر بجد كمل ورايا الأبيات دي. وبدأ مسحل يقول أبيات من أصعب وأعقد ما يمكن. الأعشي كان بيسمع وكأنه بيسمع لغة تانية، لغة فيها سحر وقوة. الأعشي حاول يجاريه بس مسحل كان بيسبقه بخطوة، لحد ما الأعشي اعترف وقال له: انت مش بشر، انت مسحل. ومن اللحظة دي مسحل قال له: يا أعشي، أنا لسانك اللي بينطق وأنا عقلك اللي بيفكر، ومن غيري أنت ولا حاجة. الأعشي من كتر ما كان مبهور ومخضوض منه كتب قصيدته الشهيرة اللي بيشكر فيها مسحل، وبيقول فيها صراحة: دعوت مسهلا ليعينني فجاء مسهل يركض كالأسد. تخيل الشاعر بيستدعي الشيطان بتاعه عشان يلحقه بالكلمات قبل ما القصيدة تضيع منه. طب تيجوا نشوف شاعر تاني. خلينا نشوف مثلا امرؤ القيس، اللي كان شيطانه اسمه هواجز أو لافظ ابن وجيب. يقال إن هواجز ده كان من ملوك جن عبقر، وعشان كده شعر امرؤ القيس كان فيه هيبة الملوك. بيقولوا إن القيس كان بيقعد في الوادي ويسمع زي صوت هاتف كده من الهوا. الصوت ده كان بيمليه معلقته الشهيرة، لدرجة إن في روايات بتقول إن وصف الليل والخيل في القصيدة دي هو وصف المخلوقات شافها امرؤ القيس في وادي عبقر، وما كانتش موجودة في عالمنا، زي مثلا خيول بتطير وليل ملوش نهاية وبرق بيحرق الصخر. وخليني أقول لكم، لو كان الأعشي وامرؤ القيس اتولدوا بالموهبة بتاعتهم، فالنبغة الزبياني قصته مختلفة تماما ومحيرة أكتر.
النبغة ده فضل لحد سن كبير إنسان عادي جدا، بيقول كلام بسيط ما يهزش طفل حتى، وفجأة الدنيا اتقلبت. بيقولوا إن الزبياني كان مسافر وتاه ودخل في حمى وادي عبقر بالصدفة وهو مش عارف. الليل دخل عليه والمكان بقى هص هص خالص، وفجأة سمع صوت زي خبط كده على الصخر، صوت منتظم كأن حد بيعزف بشاكوش من ذهب. الزبياني مشى ورا الصوت ده لحد ما لقى نفسه قدام كهف خارج منه نور أزرق باهت. الحكايات بتقول إنه شاف شيخ من الجن قاعد وبيمشط شعره بمشط من العاج، وأول ما شاف الزبياني الجني ولا ضحك ولا اتخض، قال له جملة واحدة: أبطأت علينا يا زياد. وزياد ده هو اسم النبغة الحقيقي. تخيل الجني كان مستنيه بالاسم وكأنه ميعاد متسجل من آلاف السنين. طب ليه سموه النبغة؟ الجني ده ويقال إن اسمه هازر حط إيده على لسان الزبياني وقال له انبغ بما شئت، ومن اللحظة دي انفجر لسان زياد بن معاوية بشعر ما كانش حد يسمعه قبل كده. الشعر كان بيطلع منه نبع، ومن هنا جه اسم النبغة، لدرجة إن العرب قالوا إن شعره مسبوك سبكة مفيش فيه غلطة واحدة، كأنه كلام مش طالع من بشر أصلا. النبغة لما رجع لقبيلته ما كانوش مصدقين إن ده زياد اللي يعرفوه. نظرة عينه اتغيرت وصوته بقى فيه رنة غريبة بتخلي اللي بيسمعه يتسحر، ومن قوته العرب خلوه قاضي الشعراء، يعني هو اللي كان بيحكم مين شعره حلو ومين وحش في سوق عكاظ. وكان بيقعد في خيمة حمراء من الجلد، وكل الشعراء بما فيهم حسان بن ثابت والخنساء كانوا بيقفوا قدامه برهبة كأنهم واقفين قدام سلطان الجن نفسه. وخليني أقول لكم على تحدي فعلا حصل كان مرعب. بيحكوا إن الأعشي بتاع الجن مسحل والنابغة بتاع هازر اتقابلوا مرة في تحدي. الجو كان مشحون والناس كانت حاسة إن في قوة خفية بتتخانق في الجو، وكل ما واحد فيهم يقول بيت التاني يرد بأقوى منه. يقال إن في اللحظة دي الرياح في الوادي كانت بتهب بعنف لدرجة إن الخيمة بتاعت النبغة كانت هتطير. الناس عرفت إن مسحل وهازر بيتصارعوا فوق في السماء والشعراء تحت هم مجرد صدى للمعركة دي. النبغة الزبياني مات وهو سايب لغز كبير. هل هو اللي كان عبقري ولا الجني هازر هو اللي قرر يخلد اسمه عشان يثبت إنه أقوى من مسحل وهواجس؟ والحقيقة في سؤال هنا بيطرح نفسه: ليه الجن يتعب نفسه ويلقن حد الشعر؟ الحقيقة إنها كانت لعبة سيادة. الجن في عبقر كانوا بيتنافسوا بينهم وبين بعض، كل جني عايز الشعر بتاعه هو اللي يغلب في سوق عكاظ. لو شاعر قبيلة غلب شاعر قبيلة تانية يبقى الجني مسحل غلب الجني هواجس. كان وادي عبقر هو الملعب الحقيقي اللي بتحصل فيه الحروب الكلامية من ورا الستارة. طب ازاي الشاعر كان بياخد القوة دي؟ كان في طقوس معينة. الشاعر كان لازم يسيب أهله وبيته ويدخل في حالة صمت لمدة 40 يوم، وأحيانا في حضن الوادي، ما ياكلش غير حاجات معينة وما يكلمش بشر. وفي الفترة دي الحواس بتاعته بتبقى حادة جدا ويبدأ يسمع عزيف الرمال. العرب كانوا بيقولوا إن العزيف ده هو غنى بنات الجن في وادي عبقر. لو الشاعر قدر يستحمل ومخافش الجن بيظهر له ويحط إيده على صدره، ومن اللحظة دي الشاعر لسانه بينطق بشعر ملوش مثيل. ولكن التمن كان غالي. الشاعر ده عمره ما بيرجع إنسان طبيعي تاني، بيفضل دايما ممسوس بسحر الكلام. طب ايه رأيكم نحلل الموضوع بالعقل شوية؟ ليه العرب اختاروا الجن عشان يفسروا العبقرية؟ اللغة العربية الجاهلية كانت معقدة جدا، كان صعب يصدقوا ان واحد بدوي عايش في خيمة يقدر يألف تراكيب لغوية بالإعجاز ده، فقالوا أكيد في قوة خارجية بتساعده. العلم النهاردة بيتكلم عن حاجة اسمها الحرمان الحسي. لما تقعد في صمت الصحراء المطلق لفترة طويلة عقلك بيبدأ يعمل هلوسة إبداعية. الشاعر الجاهلي كان بيشوف الهلوسة دي جن، وفي دراسات بتقول إن بعض الأودية في السعودية فيها معادن بتأثر على موجات الدماغ وبتخلي الإنسان في حالة إبداع قصوى. هل وادي عبقر كان بقعة أرض فيها طاقة كبيرة بتفتح بوابات العقل؟ ومع ظهور الإسلام النظرة لوادي عبقر اتغيرت. القرآن الكريم ذكر الجن وإنهم عالم مكلف زينا، لكن كلمة عبقر فضلت في الذاكرة الشعبية كرمز للتفوق. حتى في الحديث الشريف لما توصف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتقال: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية. هنا الكلمة اتحولت من نسبها للجن الوصف للقوة والبراعة اللي ملهاش مثيل. ولكن السؤال لسه موجود: هل انقطع اتصال الشعراء بالوادي ولا لسه عباقرة العصر الحديث بياخدوا وحيهم من نفس المكان؟ عايز اقولك لو اخدنا بعضنا النهاردة ورحنا للمناطق اللي بيقولوا عليها وادي عبقر هنسمع قصص تخلي شعرنا يقف. اهلنا هناك في البادية بيحكوا عن خيام بتظهر وتختفي، وعن صوت طبول بيسمعوها في الليالي الصافية وملوش مصدر.
واحد هناك من كبار السن في المنطقة بيقول إن الوادي ليه ريحة خاصة، مزيج من بخور قديم وعطر ملوش وجود دلوقتي، وإن الطيور مش بتطير فوق حتت معينة فيها. هل دي مجرد بقايا حكاوي جدود ولا الوادي لسه شغال ومستني الشعراء الجداد؟ وادي عبقر هيفضل هو الرمز الأكبر للإبداع العربي، المكان اللي بيتقابل فيه عقلنا البشري مع المجهول، سواء كان شياطين الجن هم اللي كتبوا المعلقات أو كانت عظمة العقل العربي في قمة عزلته. هيفضل عبقر هو الوادي اللي محدش عرف سره بالكامل. أنا محمد، ودي كانت رحلتنا في وادي الجن. ودلوقتي قولولي، تفتكروا الإبداع محتاج شيطان يلهمه ولا الإنسان يقدر يكون عبقري لوحده؟ عايزك بقى تعمل شير للفيديو ده لكل واحد شايف نفسه عبقري عشان يعرف أصل حكايته فين، وما تنساش تشترك في القناة عشان لسه عندنا رحلات تانية في أسرار الأرض.